إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أريكم أحد أقدم السفن الحربية التاريخية من الحرب العالمية الأولى والثانية في لندن. كما تشاهدون هذا هو مستشفى داخلي، هذه السفينة من الخارج، وهذا هو نهر التايمز في لندن. تلك هي السفينة، وكما تشاهدون هذا هو المطبخ في داخل السفينة. يعني سفينة متكاملة عندما تتعرفون على ما هو موجود في داخل هذه السفينة، مفاجأة سوف تنبهرون. شوفوا هذا هو المطبخ، وهنا شبس ونغانغ، يعني يوضح لك كيف كان يعني يطبخون للجنود والبحارة، جنود البحرية في هذه السفينة. هذا هو المطعم، قسم الطبخ، هنا لغلي الشبس، وهذا هو سطح السفينة من الخارج، وفي لها إطلالة جميلة على نهر التايمز، وذلك هو تاور برج تاريخ أيضا. شوفوا هنا كيف المدافع. احنا راح نشوف أيضا أحد المدافع الموجودة في مقدمة السفينة، وتعتبر من الأسلحة الثقيلة. طبعا يوجد في هذا المدفع أكثر من مدفع، يعني ويعمل على تشغيله أكثر من جندي من جنود المدفعية. طبعا توجد لها ميزانيات وأحداثيات وما إلا تعالوا شوفوا حجم الذخيرة، حجم المدفع. تلك هي الذخيرة، شوف كيف كبر حجمها، يعني أكثر من مدفع. توجد مدافع متعددة يعني على سطح السفينة في الأمام، هذا أحدها فقط. تقول دبابة، هذا المدفع تقول كأنه دبابة، يعتبر أثقل وأكبر من مدفع الدبابات، بعض الدبابات طبعا. هذه هي المدافع الأمامية في مقدس السفينة. هنا شوفوا نجارة، يعني ورشة نجارة، احتاجوا نجارة شيء مرة موجود. هذا أيضا اسمه طوربيد، صاروخ يمشي في البحر تحت سطح البحر. شوفوا كيف كبر حجمه وطوله، يبدو أنه يصل لمسافات بعيدة. وهذا اللوندري، يعني بيغسلوا ملابسهم. شوفوا مكتوب هنا لوندري، شوفوا الغسالات الموجودة في هذه السفينة. صراحة هذه السفينة تحفة، راح تنبهرون. تقول كأنها مغسلة داخل، يعني فيها عدة أقسام. وهنا تقول صناعية، هنا مال التورنة، مرة اختربوا المحرك، اخترب أي شيء موجود هنا. قسم التورنة والميكانيكيين موجودين مرة، كل أدواتهم مهم. يعني لو اخترب أي قطعة، أي جزء في هذه السفينة، احتاجوا تورنة، احتاجوا تلحيم، احتاجوا أي آلة، الآلة موجودة مرة صناعية متكاملة في داخل هذه السفينة في جزء معين في أحد أقسام سطح السفينة. شوفوا الآلات، يعني هذه الآلات يمكن ما تجدها في الصناعيات. أنا الصراحة مثل هذه الآلات ما شفتها في كثير من الصناعيات. شوفوا موجودة في هذه السفينة، ومن متى؟ يعني من الحرب العالمية، مجهزة بكل المكاين الثقيلة. هاي لو تروح صناعيات يمكن ما بتحصل هذه المكاين، بعض الصناعيات. شوف أي شيء يخترب عليهم بيصلحونه، مرة يجيبون هنا يصلحونه. يعني هذه سفينة ما مستحيل توقف في البحر، تمشي للمحيط، تمشي للجليد، كل شيء موجود فيها. مرة ما تحتاج لها أنك توقف تروح تبي تطلب لها شيء بالطائرة، لا، فيها ميكانيكيين، فيها صناعيات، فيها كل شيء. مرة لو يخترب المحرك بإمكانهم أن يصلحوه. صراحة انبهرت من كثرة التجهيزات في هذه السفينة، والآلات والمعدات والأدوات، يعني أشياء عالم. شوفوا هذه آلة أخرى، كل آلة ولها استخدام معين. طبعا الميكانيكيين يعرفون هذه الأشياء. يعرف الميكانيكيين أن أيضا صعوبة إيجاد، لما يخترب عليهم في السيارة، إيجاد مثل هذه المعدات القادرة على تصليح وصيانة بعض أجزاء السيارة. تقول صناعية مرة داخل. شوفوا هذا التروس، حتى التروس يصلحوا لك، لو انكسر ترس يصلحوا لك ترس مرة. هاي صعب تلقاه في الصناعية، هم هنا يضبطوا لك إياه. طبعا هذا هو التحكم في محرك السفينة. صراحة هنا تحفة، عالم محرك السفينة كان عالم. لكن الصراحة ضاع علي الفيديو، ما قدرت، راح كان تصويره 3 ساعات، كان شيء عظيم.
المحرك اللي يحرك هذه السفينة. للأسف أنه امتسح. هذه طبعا هذه أجزاء السفينة، هذا سطح السفينة من الخارج وهي أجزائها، وش يوجد في كل قسم في كل طابق. هاك سطح السفينة فيه مدافع، فيه غرفة العمليات والاتصالات، والأسفل المطاعم واللوندري، وكل قسم وش فيه يعني عدة طوابق. هذه السفينة كأنها تايتانيك تقول. طبعا هذه عبارة عن غرفة عمليات أو شيء كذا، اتصالات لاسلكية وشيء. طبعا هذا لو اخترب شيء في الكهرباء، الكهربائي موجود أيضا في هذه السفينة، مرة كهربائي موجود. طبعا هذا مخزن مال اللحوم، مرة كل شيء مقصوبة فيها. مرة تبغى لحم قصاب موجود داخل السفينة، مرة سوق متكامل تقول في سفينة حربية. وهنا الستور اللي يحطوا فيه عاد أدواتهم، الأرز وطحين وهاي الأشياء. شوفوا هذه كبر، تقول مخبز مرة اللي يخبز الجنود. شوفوا كيف مخبز اللي يخدم فيه العجين، يعني غير منفصل عن المطبخ طبعا المخبز. كل شيء وفرن، كل شيء فيها مرة. صراحة أبهرتني هذه السفينة. لكن اللي فاتني صراحة واللي بهرني محركها كان شيء عملاق، لكن امتسح علي للأسف الفيديو، ما أدري وش سالفته، كان 4 دقائق. لكن راح تنبهرون أيضا من الأشياء الأخرى. شوفوا هذا المطعم لما كان الجنود هنا عاد مجهزين الأكل، يجون الجنود يصطفون هنا، كل واحد ياخذ أكل بوفيه مرة، يعني يعتبر بوفيه يعني في ذلك الزمان. وش تبي؟ شيبس، نغانة، سويت، كيك، أي شيء تبيه. هذه المغلة مال الشيبس. هنا ميزان للدقيق. هذا أيضا مخبز، ماكينة خاصة بالعجين للمطبخ، منفصل عن طبعا المخبز. هذا الحين داخل المطبخ. شوفوا المناديس، الصناديق. هذا أعتقد لتحضير الشاي أو شيء، أو الكعك أو شيء، أحد أجزاء وملحقات المطبخ. هذه اللي صورتها لكم سابقا من زاوية أوضح. يعني هذاك متصل بالمطبخ. هنا زاوية أخرى للوجبات. شوفوا كيف واضحة هنا. لما تجي مثلا هذا الولد، هذا الجندي جاي يبي ياكل، تشوف شيبس هنا حاطين له كل شيء. وش تبي؟ نغانة، شوربات، يعني الكل مشابه للأكل اللي كانوا يأكلوه الجنود. توقيت مرة تيم، متى الساعة كم الأكل، مرة كم نظام عسكري. العسكريين يعرفون توقيت الأكل. شوف هذا لما هنا طبيب أسنان موجود معهم. مرة أحد عور ضرسه ما تروح مستشفى، طبيب الأسنان موجود، مستشفى مرة، حتى المستشفى موجود فيها. تبغى طبيب أسنان مرة موجود، ما تحصل في معركة. شوفوا اللقطة السابعة، يعني لحالة طارية في حرب اسمها الصوت. عيش الجو. Sir, we need you in the torpedo workshop. We've just brought another casualty on board. There's bodies and stretchers lying in the corridors. Okay, on my way. Stevens, finish bandaging this wound. Say that to move on to the others. Matthews, can you prepare the operating table and sterilise the equipment for the next case? Yes, sir. Sir, please hurry. Careful, come here. 15th of June, 19... شوفوا هنا قسم يعني المستشفى يعتبر، يعني لما في شخص مصاب يحتاج إلى تنويم. هنا الأسرة تشوفون يعني سريرين في هذه الغرفة، يعني فيها شخص مريض أو شخص مصاب وتعرض لقذيفة أو شيء. مرة في قسم للجراحة والعلاج، مضادات الحيوية، وهذا لنقل المصابين، يعني شخص تعرض لقذيفة انكسر. شوفوا كيف يعني أدوات الإسعافات الأولية، كل شيء موجود مرة في هذا المستشفى، وطاقم طبي ومسعفين وكل شيء. كما تشاهدون هذه يعني تعتبر يعني كأنها صيدلية أو مختبر أو شيء.
وهنا من زاوية أخرى يعني تعتبر كأنها صيدلية فيها أدوية أو مختبر أو شيء كذا، يعني هو مختبر وصيدلية. In June 1950, the crew of HMS Belfast were docked in Japan when North Korea invaded South Korea. The United Nations deployed forces to liberate South Korea and push back the North Koreans. The Royal Navy were called into action, and Belfast rearmed and set sail for Korean waters. The ship and its crew were in almost constant action against the communist North Koreans and Chinese. كما تشاهدون هنا دورة مياه مع المستشفى هنا إذا مكسورة وما يقدر يمشي في حوض في كل شيء. طبعا هذه صور للجنود الذين عملوا على إدارة هذه السفينة والخدمة فيها وإدارتها. طبعا شوفوا تشاهدون الآن مقطع السفينة كما تشاهدون هاي هي تبحر في الجليد يعني، والصقيع والجليد على سطح السفينة، المدافع ضربة طبعا باردة وهي تبحر حتى في الجليد. HMS Bell, with a gale rising to hurricane force 12, disrupted the convoy, dispersed the ships and caused great damage. Belfast rode the gale well and only suffered superficial damage. But a 15-metre wave smashed over HMS Sheffield and carried away the roof of a forward gun turret, forcing it to return to harbour. During daylight hours, all available hands were employed on chipping away the ice. Your attention, please. This is a visitor announcement. In 15 minutes' time, there will be a short talk about the HMS Belfast Road in the detailed landings. The talk will be on the quarterdeck, which is the first part of the ship, and will be on board. Thank you. Of enemy attack from the sky or beneath the waves. After successfully navigating German aircraft. طبعا هذا المكان اللي تشوفونه يعني معلق، هذا السرير يعتبر الذي ينام عليه الجنود. يعني تشوفون مثل ما تشوفون فيه صياخ، هذه الجنود يعني لما يجي وقت النوم ينامون. طبعا هنا تشوفون محركات في أشياء في كذا، لكنه يعتبر في نفس الوقت هو مكان للنوم. شوفوا هذا قاع الطعام، في الليل يمكن تتحول إلى مكان للنوم. في أصياخ فوق راح تلاحظونها. تشوفون هذا ممر فيه أيضا فيه مكان للنوم، يعني ما فيها أماكن. شوفوا هذه الأصياخ فوق هي مكان للجلوس، وبالليل تتحول إلى مكان للنوم. طبعا هذا مكان للقهوة، تبغى تشرب قهوة قهوة يعني يمكن ويسكي أو شيء أو قهوة يمكن طبعا وهذا محل كما تشاهدون. شوف يعني هذا مثلا البائع لما تجي تبغى تشتري منه، يعني هنا الغط نايم تحصله وانت جاي تشتري شوفوا هذه غرفة كابتن السفينة. هنا رادار كما تشاهدون، وهذه بوصلة. شوفوا كيف عظمة المدافع. هذه يعني كأنها غرفة اتصالات، غرفة عمليات، غرفة أجهزة لاسلكية. هذا تصوير من الأعلى على نهر التايمز. شوفوا الإطلالة الجميلة، يعني وانت تزور هذه السفينة تستمتع بالسفن السياحية والمناظر والإطلالات الجميلة الموجودة على نهر التايمز. هذا دفاع جوي رشاش عيار ثقيل، وهذا جهاز رادار. شوفوا هنا بوصلة، يعني في كل مكان تجد بوصلة يعني تعرف اتجاه السفينة بأي اتجاه. وهنا أيضا توجد في بوصلة أيضا. شوفوا كيف المدافع، شوفوا كيف هذا على نهر التايمز، وإطلالات حلوة جميلة الصراحة. متعة لما تزور هذه السفينة. وشوفوا الجو وشوفوا الغيوم. شوفوا هناك سفينة سياح. هذه توجد بالقرب من برج بين، برج مشهور هذا برج بين، ومن قرب من برج تاور. شوفوا هنا مدفع أو رشاش كذا يستخدم
السفن المعادية، شوف حصلنا سفينة صوبنا عليها. شوفون التحكم في هذا السلاح المدفع، رشاش نعتبره يعني، أو عيار ثقيل نصوب عليه، نحاول نصوب عليه. أيوة شوفون التحكم ميزانية مرة يعني. ممكن تركب عليه مدفع هاون وتركب عليه رشاش. شوفوا الإطلالات الحين، هذا رادار أعتقد أيضا. شوفوا الرشاشات يعني على جناب السفينة. شوفوا هنا شوفوا المناظر، تستمتع يعني وانت تزور هذه السفينة، يعني تستمتع تشوف هذه يعني حمولات ثقيلة في نهر التايمز. شوفوا هنا سفينة سياح، وهنا بجنبها يعني سفينة حربية، وهذه هي السفينة اللي أنا أصور لكم إياها. شوفوا المدافع اللي فيها، أكثر من مدفع وأكثر من رشاش، والسلاسل صراحة تحفة تحفة يعني، من الحرب العالمية الأولى وتعتقد أو الثانية شيء كذا. تعتبر أسطورة هذه السفينة، والجميل أنها في مكان سياحي في نهر التايمز. شوفوا السياح في نهر التايمز، وهذا مكان يعني راح أشوفكم الحين نشرب شاي منه. شوفوا الإطلال الحلو، تعيش الجو والله أنك تحس عمرك كأنك أفراد عاشوا على سطح هذه السفينة. احنا جالسين نشربون شاي، بنزل الحين تحت هناك أشرب شاي. خذيت لي شاي من هذا المطعم، يعني يعتبر كأنه مقهى يعني أخذ منه الجنود أو العاملين على هذه السفينة. شوفوا الناس مستمتعة تشرب شاي. أخذت لنا واحد كوفي. يا سلام والله أنك تعيش الجو على هالإطلال الحلو وهالجو الحلو، توجع راسك بكوفي كابتشينو واحد. يا سلام، استمتع حسن. من هناك أخذت، تشوفون هذا المقهى داخل هذه السفينة. الصراحة لازم تزورون هذا المكان، مكان جدا جميل في نهر التايمز، ومكان سياحي ويستحق الزيارة.